اجتماع صندوق النقد الدولي مع البنك المركزي المصري، وهل يحدث تعويم للعملة مرة أخرى؟ بص يا سيدي، صندوق النقد اجتمع بالبنك المركزي المصري في شهر 3 اللي فات، اللي هو شهر مارس. طبعا كلنا عارفين ساعتها كانت السوق السوداء فاردة جناحاتها، والدولار كان ب 72 جنيه في السوق السوداء، ومفيش دولارات في البنك المركزي المصري، وزي ما انتوا كنتوا عايشين كل ساعة الحاجة بتغلى، والحاجة كل شوية بتغلى أكتر، ومحدش فاهم هيشتري ازاي، هيبيع ازاي. الحاجة النهاردة بجنيه، بكرة ب2، بكرة بعده ب3، بعده ب10. كنا عايشين بأمانة يومين صعبين بأمانة، من شهر 1 لحد ما صندوق النقد الدولي اجتمع مع البنك المركزي المصري وحصل تعويم للعملة. وساعتها ساعة ما دخلت استثمارات رأس الحكمة، ملناش دعوة بقى استثمار مباشر مش مباشر، استثمار بيع، استثمار مش عارف ايه، زي ما في ناس بتقول لك ده بيبيع وده لا هو يا جماعة استثمار، والبلد فعلا في استفادات كتيرة جاية من ورا المشروع ده. طيب نخش بقى على في تعويم او لا. هو اولا كده مفيش تعويم للعملة السنة دي، زي ما انتم شايفين من اول ما حصل القعدة ما بين صندوق النقد الدولي والبنك المركزي المصري في شهر 3 اللي فات. كلنا عرفنا ان العملة اتحركت من البنك، من الدولار كان ب 31 جنيه ونص في البنك، وكان ثابت بقاله سنتين ما بيتحركش، لحد 51 ونص، عشان صفقة رأس الحكمة تخش البلد وتعمل استقرار للدولار في البنك. من ساعة ما عومنا العملة في شهر 3 عوم على 51 ونص عشان يخش المستثمر يستثمر ويستفاد، واحنا كمان نستفاد بالدولارات اللي جات لنا. طيب البنك يفضل بقى على كده؟ لا، صندوق النقد الدولي طلب من مصر تحريك لتحت او تحريك لفوق. اظبط دنيتك بنفسك، انا مش هطلب منك تعويم السنه دي. طيب البنك المركزي المصري عمل ايه؟ فضل طبعا ينزل السعر من 51 ونص ل 51، من 51 ل 50 ونص، من 50 ونص ل 50 بس، لحد ما فضل الدولار ينزل لحد ما نزل ب 46 جنيه ونص، وكلنا طبعا شفنا كده. وفضل يطلع تاني 46 ونص، 46 و80 قرش، 46 و90 قرش، 47 ونص، لحد وفضل يستقر على كده. بس المشكلة حاليا مع صندوق صندوق النقد الدولي ان ده تحريك مدار وليس تحريك مرن للدولار او للجنيه. يعني ايه تحريك مرن ويعني ايه تحريك مدار؟ تحريك مرن دي انك يعني تسيب الدولار في البنك عرض وطلب. يعني ايه عرض وطلب؟ انت معاك مثلا كمية دولارات في البنك، كل ما يتسحب منها هتعلي الدولار، كل ما يخش لك دولار هتنزل الدولار. يعني انا النهارده طلعت مثلا 2-3 مليون دولار من البنك المركزي، خدهم مستثمر استثمر فيهم في حاجات، عربيات بقى، مواد غذائيه بقى، اي حاجه ايا كان. فانا دلوقتي بعد ما المستثمر خد مني المبلغ ده، فلازم ارفع الدولار في البنك ريال، ربع جنيه، نص جنيه، جنيه. تمام كده؟ طبعا البنك المركزي ما بيعملش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها عرض وطلب والقصه دي. فلازم علشان يحافظ على التضخم في البلد، وفي نفس الوقت علشان يحافظ على الاسعار تبقى في المتناول ليا وليك. ما هو تعويم مرن ده يعني خراب على الدوله، لكن تعويم مضار بيبقى هين على الناس شويه. هو بيقدر بقى ينزل الدولار نص جنيه، ينزله جنيه، تاني يوم يرفعه ريال، تالت يوم يرفعه ربع جنيه، بتمشي كده يعني. لكن حاليا انا اقول لك صندوق النقد الدولي مش هيطلب من مصر تعويم العمله لحد نهايه العام ده، ولكن في شهر 1 أو 2 أو 3 اللي جاي صندوق النقد الدولي هيطلب من مصر تعويم العمله او تحريك مرن. طبعا فهمنا يعني ايه تحريك مرن، وربنا يقدم اللي فيه الخير، ويا رب تكونوا استفدتوا من اللي انا قلته ليكوا ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.